السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل النهارده قرص بلدي، دي بتاعت بلدنا، بتاعت الارياف، يعني بتاعت الفلاحين. فالقرص ديت اسمها عندنا في البلد عندنا، اكيد اختي لما تتفرج على الفيديو هتعرف ان انا بنقول عليها بكاكين. تمام. فهي القرص ديت هنعملها دلوقتي مع بعض ونشوف المقادير مع بعض. هي خطواتها سهلة جدا بس تخميرها كتير، فان شاء الله هتبقى حلوة وجميلة معانا بإذن الرحمن. وان شاء الله اختي هتقولي انت عرفتي تعمليها كويس قوي. يلا بقى لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونخش على الحلقة. بص يا حبايبي، اول حاجة عندي نص كوباية حليب، الفنجان ده نص كوباية. تمام. مدفيها في الميكروويف، المهم يكون اللبن دافي. نسمي بالرحمن كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يطرح البركه في الحاجه والحاجه تطلع معانا حلوه وكويسه. وعندي هنا معلقتين سكر كبار، من اللي هي المعلقه اللي هي بتاعه الاكل اللي هي دي، معلقتين هرميين. تمام. وعندي هنا كيسين خميره، العيار بتاعها معلقه خميره. تمام. وهقلب كل المواد دي كده مع بعضها واسيب الخميره تتفاعل هي والسكر مع بعض واللبن الدافي. وهركن الخميره دي على جنب تخمر كده مع نفسها، ونشوف بقى ايه هنعمل ايه تاني بعديها. بصوا هنا بقى انا جبت طبق بلاستيك طبعا نضيف وغسلاه ونضيف ومنشفاه خالص، ما فيهوش ولا نقطه ميه. عندي بقى هنا 2 كيلو دقيق اهما، مش ضروري يتنخل يعني، الكلام ده بننخله الدقيق لما انا بكون مثلا ايه دقيق من اللي هو بتاع البلد الفلاحين، فالدقيق مش ضروري هندخله خاصه في العجينه دي. تمام كده. وادي كمان كيلو تاني ويبقى 2 كيلو. كده. وهاجي جايه حاطه الملح اهو، دي معلقه من بتاعه الشاي ملح مليانه. تمام. وهاجي جايه رشه السمسم، دي حوالي نص كوبايه سمسم. عايز احط حبه البركه احط، بس هي بالسمسم اختي قالت لي بالسمسم بتبقى حلوه، فانا كده عندي حبه البركه قالت لي لا بالسمسم هتبقى حلوه. امسكي السمسم نقيه وما تخليش فيه حاجه وتهزيه بالمصفى عشان ما يبقاش فيه رمله. تمام. اهو بقلب بقى كل كده ببعضه. جايه بقى هنا كده عامله بقى فقره كده هنا. انا كان عندي لبن قاطع. تمام. فقلت حرام ان انا ارميه، وكان عندي وش قشره لبن كنت محوشاها، حطيتها كلها على بعضها وسخنتها دفيتها بردك على النار خليتها دافيه، يعني اللي هو ايه صباعي يستحملها اهي. تمام. هنزل بيها مش كلها، النص كده اهو، بس هحط القشطه النص كده هنزل بيه واخلي الباقي على جنب. تمام. واحط الخميره بقى اشوفها اهي، الخميره بتاعتي بصي ناجحه، عملت فقاعات ازاي اهي، الخميره بتاعتي ناجحه عملت فقاعات. هاجي نازله بقى بالخميره برضه كلها هنا اهي، كلها كده. تمام. وهاجي بسم الله الرحمن الرحيم مقلبه كل الكلام ده كده في بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا واخده الحاجه معاكم خطوه خطوه عشان خاطر ايه محدش يقول ان انا ايه في حاجه راحت منك او كده، من راحت منكم في الفيديو او كده. تمام. هحط بردك تاني، هفتح اللبن اللي باقيين عندي، لو احتجت بقى لبن هضيف لبن تاني. استخدم بقى ايدي بعد كده، بس قبل ما اعجن وابتدي في العجينه انا هحط لبن جنبي يدفى عشان شكل العجينه هتاخد مني لبن. العجينه دي ما بتتعجنش الا بلبن، لو انتي لازما يتحط لها لبن، حبه لبن حبه ميه سوري صغيرين هما بس، اللي لو اللبن عندك مش هيكفي، بس اساسها اللبن. هنا خلاص دفيت لبن بقى تاني عشان بقى اكون متقنه معلش، عشان اخلي الدقيق يشرب من اول الحليب انا حطيته كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده اهو اللبن اللي انا دفيته معايا. بصوا دي مستحمله ان انا ايه ارش على العجينه. انا عايزه اقول لكم القرص دي او البطاطين احنا بنقول عليها في بلادنا بطاطين بصراحه، لان البحيره بيقولوا عليها كده، بطعمها تحفه. انا نفسي كانت فيها بصراحه وقلت هعملها، بس قلت لازم اعملها واوريها لكم. انا بحاجه بتعجبني انا بعملها. بصوا يا حبايبي، انا عايزه اقول لكم بس على معلومه، ان لو عندك فرن كهرباء ما تعملهمش في فرن الكهرباء لان هتنشف معاكي. لكن لو في فرن البوتاجاز، الفرن لو بتاعك بيولع من تحت ومن فوق مع بعض الاتنين، يبقى تولعي عليهم من تحت ومن فوق. لو بيولع من فوق بس ومن تحت لوحده ومن فوق لوحده، هتشغلي عليهم من تحت لغايه ما يحمروا وياخدوا لون ذهبي من تحت، تيجي مولعه عليهم الشوايه تحمروا وشهم، هيطلعوا معاكي طريين وزي الفل وبألف هنا شفا على قلبكم. عشان لسه بس بتكمل ازاي، انا هحتاج حبه لبن صغننين. دفيت شويه ميه شويه لبن، انا اسفه تاني اهم كده. خلاص مش هحتاج بقى لبن تاني. هعجنها بقى كلها. انا حطيت بس احط اللبن تاني وصلت. هعجنها بقى واوريكم انا هحط عليها ايه تاني. بصوا انا خلاص العجينه شربتها خالص كده بقى، مش محتاجه معايا اي حاجه تانية غير هي كوبايه السمنه على الزيت اللي انا هحطها لها دلوقتي. عندي بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم كوبايه الا ربع سمنه، لازم تكون تعايريها كوبايه الا ربع ساحه ماشي، وعليها الربع التاني زيت، وتكون دافيه هي كمان، وتيجي نازله بيها بردك كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لمي بقى العجينه كلها، انك بقى تعجني فيها حوالي ربع ساعه. تعجني في العجينه عشان خاطر ايه تشربي السمنه دي كلها فيها، تدخل كلها فيها والعجينه تبقى معاكي ناجحه وحلوه. انا بقى هعجنها واشربها في السمنه خالص وهوريها لكم في الاخر خالص. بصوا انا حبيت ان انا اوريكم تاني. بصوا كل ما بعجن السمنه كلها شربت ازاي. بصوا العجينه ولسه كل ما هديها عجن كلها هتبقى احلى واحلى. بصوا العجينه مش ملزقه في ايدي ولا اي حاجه. بصوا بس لسه هفضل اعجن فيها. انا كده ما جبتش حتى ال10 دقايق عجن فيها. بصوا العجينه جميله ازاي. بصوا فكرتني بالحبايب امي وجدتي، تدعي لهم بالرحمه. بالله عليكم ما تعدوا الفيديو ولا ما تدعوا لهم بالرحمه. الله يرحمهم ويرحم كل امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. بصوا بقى يا حبايبي انا هفضل اعجن فيها بقى كده. انا بس حبيت اوريكم السمنه بس شربتها كلها. العجينه جميله والله، ما طلعت ايدي منها من اول ما بديت معاكم الفيديو لحد النهايه اهو. انا ما طلعت ايدي من العجينه ولا غسلت ايدي ولا اي حاجه خالص. هاتلنا عجين بقى كده شويه تاني هوريها لكم في الاخر خالص. بصوا يا حبايبي انا عايزه اقول لك عجنتها لما قالت بس، حتى انا قعدت بقى على الارض طبعا عشان على الرخامه مش عارفه اعجنها كويس، اللي حطاها على الارض وقاعده بقى على الارض بقالي ايه حوالي ربع ساعه بعجن فيها. خلاص العجينه بقت كده، هي بتبقى كده، هي بتبقى العجينه كده. هي قالت لي اختي قالت لي تبقى ناشفه شويه كده، ما تبقاش ايه طريه. بصوا اهي نبططها كده. بس طبعا انا هسيبها تخمر الاول، تاخد الخمر بتاعها اهي، ولا بتشقق ولا اي حاجه. خلاص انا بقى هسيبها كده وايديا ولا وحياة ربي انا ما يعني ولا الطبق ولا ايديا ولا غسلت ايدي ولا اي حاجه ولا عملت حاجه ولا شلت عجينه من ايدي ولا اي حاجه. هي السمنه لما حطيتها كوبايه السمنه بعد ما خلصت خالص اللبن لميت بيها العجينه وفضلت بقى اعجن فيها ربع ساعه. بصوا العجينه عامله ازاي معايا زي الملبن ازاي وجميله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، وريحتها جميله. هسيبها بقى تخمر في قلب الطبق، هغطي عليها واسيبها قيمه ساعه. الخمر بتاعها انا هولع، انا شغلت دفايه كهرباء في اوضه، ممكن تولعي انت فرن البوتاجاز وتحطيها جوه وتسخنيه لغايه ما يسخن شويه حلوين كده، وتيجي ايه ماسكه طافيه وبعد كده تدخلي الطبق عشان خاطر العجينه تدفي فرن البوتاجاز يعني، وتدخلي العجينه عشان تخمر. ان هي بتعتمد على في الشتاء خاصه بالذات بتعتمد على السوائل دافيه والسمنه دافيه برضو والخمر برضك في الدفان. حتى لما هنقطعها ونفتحها كده بايدينا ونفردها برضك هنخمرها تاني برضك في مكان دافي. فانا دلوقتي هسيبها قيمه ساعه تخمر لغايه ما تخمر واوريكم الخمر بتاعها وصل لحد فين، وهنقطعها سوا مع بعض ونشوف. فانا دلوقتي هغطي عليها واسيبها بقى تخمر ماشي، وارجع لكم بعد الخمر. بصوا يا حبايبي اهي انا سبتها قيمه ساعه تمام.
ما شاء الله تبارك الرحمن. دخلتها في كيس من الكيس الكبير ده. بسم الله ما شاء الله. بصوا بعدين عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بصوا اهو بقى ايه، اقلع بس الخاتم ده، المها كده تمام، وهمسكها بقى اقطعها. بس ايه، هحط حاجه فرشها واقطع عليها عشان هفردها دلوقتي على الرخامه واقطعها بالقطاعه. هاخد حته واغطي الباقي كده عشان ما تنشفش معايا. طبعا هنا على جنب، وهجيب هنا القطاعه بس كده. هلفها بقى كلها رول كده. بص العجينه جميله ازاي. بص انا كده عملتها رول كبير اهيت تمام. هجيب بقى القطاعه بتاعتي بس امسحها واحط فيها حاجه، وهاجي بقى ايه مقطعه كده اهي، الكرة على القد اهي تمام اهي. عندي بقى انا الترابيزه هنا ورايا اهي، ترابيزه مدوره كبيره خالص قد الصينيه ماشي اهو. تقطعي كده اهي، تخلي ايديكي ميزان، مش عارفه تقطعي وتخلي ايديكي ميزان، تقيسي كده اهي تمام اهي. هقطعها بقى كلها بالطريقه دي اهي. حتى لو طلعت، لو حسيتي ان هي كبيره معاكي تضميها كده كوره اهي اهي، زي الليمونه او قد البيضه اهي كده. ونفس الكلام اهي اهي اللي انا قطعتها التانية نفس الكلام اهو برضو اهي. هقطعها بقى كلها ونفس الطريقه ديت ونرجع لكم تاني. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عملت بركه معايا قد ايه يعني، عملت بسم الله ما شاء الله يعني كميه كتيره يعني. انا مش، انا ما عدتش بصراحه، بس هي عامله مع ال2 كيلو عم قطع معايا كميه كتيره. خلاص انا قطعتها بالطريقه دي. هغطيها بقى كده واحط عليها مفرش او نص ملايه قديمه عندك، اي حاجه تغطيها بيها عشان ما تنشفش معاكي. وهنبططها سوا مع بعض وهنشوفها دلوقتي. انا غطيت عليها بالطريقه ديت اهي على الترابيزه. تعالوا بقى معايا هنا هوريكم غطيتها ازاي. بصوا انا ابتديت باول واحده، عملت 4 هم، ولسه قلت اوريكم بقى انا غطيتها ازاي تمام اهو. خلي العجينه ملفوفه معاكي كده، وتاخدي كده تفتحي كده العجينه بالراحه اهي كده. مش عايزه السمك بتاعها لا تخين قوي ولا رفيع قوي اهو كده اهي. جايبه كده يدوبك هي لفه واحده اهي كده بس كده اهي. بصوا السمك بتاعها اهو، ده السمك اللي انا عايزاه تمام. اجي جايه بقى بالشوكه وعامله كده. هاخد كمان واحده اوريها لكم كده كده. دي بتتلف كده مع العجينه اهي اهي كده اهي. نفس السمك اهو. نفس السمك اهو. هعمل كمان واحده من هنا وايه، واكمل انا مع نفسي، لان انا هقعد بقى في الارض واعيش بقى حياتي، لان انا كده بوظف وانا واقفه على الرخام اهو. أمم، 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 كده اهي اهي. اللي بيخليني اعملها بس كده عشان الصوابع ما تبقاش معلمه فيها، على الخفيف بالراحه خالص، مش بفرد جامد اهي اهي. بصوا طبعا مدوره معايا وحلوه ازاي خالص. بقى انا كل الكميه بالطريقه دي اهي. خلاص بقى انا كله بالكميه بالطريقه ديت وهنرجع لكم تاني.
حبايبي انا سبتها خمرت ساعتين، جبت ملايه فرشتها على السرير تمام او في اي مكان المهم يكون دافي، وشغلت الدفايه وسبتها ساعتين خمرت بقت بالشكل ده. بصوا سمك العجينه وخفيفه خالص. فانا بقى هروح بعد خلاص كده، خلاص هي كده خمرت معايا وشميت ريحه الخمر بتاعتها، فهاخدها بقى واروح اخبز بقى في الفرن واوريها لكم بعد ما اخلص اما اطلعها من الفرن. بصوا يا حبايبي ادينا خلصت القرص اهي. بصوا القرص جميله، بصوا القرص دي عامله ازاي، طريقه جميله ازاي. بصي تقطعي القرصه كده، وعملت هنا حطيت هنا جبنه فيتا، حطيت عليها زعتر وحبه زيت ذره ماشي، وعندي هنا بيض سلقته عشان احنا هنفطر بيه، وعندي هنا مربى وشاي ساده، وعملت شاي بلبن لي انا كمان اهوت ماشي. والقرص جميله لما تاكليها. بصي القرص، بصي لقمه القرصه تاكليها بالمربى كده طعمها تحفه. وعايزه اقول لكم ال2 كيلو عملوا معايا كميه جامده. استنى هوريكم الكميه اللي انا عملتها، الكميه اللي اتعملت عندي، كميه قد ايه اللي اتعملت عندي. بصوا القرصه، على فكره هي القرص بتبقى كده يعني، هي ديت احنا عندنا في البلد بيقولوا عليها كميه بتبقى كده. بصوا طريه ازاي، بصوا ماشي. عملتها كلها بالطريقه ديت، شوفوا طلعت معايا كميه قد ايه، ولسه فاضل صينيتين تانيين هسويهم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ماشي عشان يوصلكم كل جديد مني. جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم القرص بالطريقه ديت، طريقه قرص فلاحي ما بتعجنش الا بلبن. اهم حاجه بس التخمير، التخمير ثم التخمير ثم التخمير في الاول خالص ساعه، وبعد ما بتقطعيها تبداي باول واحده قطعتيها، يعني انت بعد ما قطعتيها وكورتيها كلها وحطيتيها على الترابيزه او الصينيه بتاعتك خلاص خلصتيها خلاص تقطيع، تبداي بقى باول واحده انت قطعتيها تبططيها كده ماشي زي ما وريتكم في اول الفيديو. وبعد كده بتمسكي الاوضه تدفيها، لو انت في الصيف مش هتحتاجي تدفيه، لكن في الشتاء هتحتاجي دفيه، تشغلي دفايه او الفرن تحطي في المطبخ. المهم ان انت تكون المكان اللي حوالين منها العجينه يكون دافي. وبعد كده تمسكيها بقى تفرشي نص ملايه قديمه او اي حاجه قديمه عندك على الارض او على السرير، وبعد كده حاجه تانية تغطي بيها اما تبططي تحطي ترصيهم جنب بعض وتحطيهم بقى وتغطي عليها وتسيبها بقى ساعتين تخمر. بعد ساعتين تبتدي بقى تشغلي الفرن عليها، لو فرنك بيشتغل من فوق ومن تحت زي الفرن بتاعي كده يبقى تشغلي من تحت، وبعد كده اول ما تلاقيها احمرت ويعني وبقت منفوخه زي دي كده ماشي، تيجي ايه محمره بقى الوش بتاعها وتيجي مطلعها. واهم حاجه وانت بتطلعيها تغطيها ما تسيبهاش عريانه ماشي حبيبتي ماشي حبايبي. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انا تعبت في الفيديو ده جدا جدا جدا، واكيد اختي هتبقى عارفه يعني انا تعبت ان فعلا خدت معايا وقت، بس طعمها تحفه والله طعمها تحفه. هسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.